طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الرأي والمسهل بأهم وأبرز العناوين. إريتريا والمجر تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي. تنظيم انتخابات لجنة الصلح في المحاكم الأهلية بالإقليم الأوسط. دعم المالي وعيني لجمعية معاقي الحرب. فرار الآلاف من بلدة نيجيرية هربا من تهديد بوكو حرام. مشرعون بريطانيون يطلبون من ماي تغيير الانسحاب والاتحاد يرفض. والدوام القطبية تقلف القرب الأوسط الأمريكي بالثلج والبرد. مرحبا بكم. وقعت إريتريا والمجر اليوم أو أمس 29 من يناير الجاري في مدينة بوراباس اتفاق يساعد في تعزيز التعاون الثنائي. جرى ذلك الاتفاق في إطار زيارة عمل رسمية قام بها وفد الحكومة الإريترية عالي المستوى بقيادة معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس السياسة فورقي السيد يماني جبرآب، والتي استغرقت 3 أيام. وفي اللقاء الذي أجراه وزير خارجية المجر السيد بيتر شيزارتو مع الوفد الإريتري عبر عن تهنئته الحارة باتفاق السلام الموقع بين إريتريا وإثيوبيا، كما عبر عن أمله الكبير في أن تخلق أجواء مناسبة من أجل التعاون والشراكة الفعالة. وفي الفترة التي يقضيها وفد الحكومة الإريترية عالي المستوى في بورابست سيلتقي مع مختلف المسؤولين في الدولة والمستثمرين. يجري تنظيم محاكم الصلح في المحاكم الأهلية بالإقليم الأوسط بصورة جيدة، حيث صرح المشاركون والمشرفون بأن انتخابات لجان الصلح التي انتظمت في 22 من يناير الجاري في الإقليم الأوسط أنجزت بشكل جيد. وستشهد الانتخابات المستمرة حتى 17 من فبراير القادم في 16 مديرية و84 محكمة. وفي الختام ستشهد مديريتي سرجقة وقال نفحي كل واحد منها 12 محكمة، ومديرية بريق 9، وفي 13 مديريات بالعاصمة أسمرة 15 محكمة. وقالت وكالة إيرنا نقلا عن مقدمي الآراء إن دور وإسهامات لجان الصلح يلعب دورا كبيرا في نجاح عملية التحكيم وإرساء الوئام والمودة، موضحين بأنهم ينشطون بهم ووعي لانتخاب قضاة أكفاء من أجل إنجاح العملية الانتخابية. يذكر بأن وزارة العدل قامت العام الماضي بتنظيم حملات توعية مكثفة على مستوى المديريات لأكثر من 60,000 مواطن تمهيدا لهذه الانتخابات، وقد علم بإجراء انتخابات مماثلة في الأقاليم الأخرى. جرت في مديرية ماي ميني انتخابات قضاة المحاكم الأهلية ولجان الصلح لمحكمتي بلدة ماي ميني وماي غورزو، وقد تم انتخاب 3 قضاة في ماي غورزو و5 قضاة في بلدة ماي ميني إضافة إلى لجان الصلح. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية ماي ميني السيد كيداني فوري إن الهدف من الانتخابات حصول السكان على خدمات العدل ولجان الصلح عن قرب من القضاة الذين انتخبوهم. وبموجب الانتخابات التي جرت في 17 ضاحية فقد تم خفض المحاكم الأهلية من 10 إلى 9 محاكم. تلقت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب دعما ماليا وعينيا من فروعها في الخارج العام الماضي. وأوضحت الجمعية بأن الدعم الذي حصلت عليه من فرع السويد وهولندا وألمانيا بلغ أكثر من 66 ألف دولار، إضافة إلى معدات لتطوير مصنع العدسات اللاصقة وكراسي متحركة وأدوية وغيرها. وقال رئيس جمعية معاقي الحرب الأستاذ جبر برهان إياسو إن الدعم المقدم أسهم كثيرا لتخفيف مصاعب الإعاقة وتأثيراتها، موضحا بأن الجمعية تعمل بمنح الأولوية لمساعدة المعاقين المسنين، داعيا المواطنين عامة وأعضاء الفروع خاصة لتعزيز مساهماتها.
أعلن في الاجتماع الذي جرى لتنفيذ البرامج الموضوعة في مديريات المنصورة ودقي وأعلى القاش بأن الأنشطة المنتظمة فيما يتعلق بحفظ المياه وحماية التربة بمشاركة جماهيرية واسعة كانت فعالة ومثمرة. وأوضحت الاجتماعات التي انتظمت في تلك المديريات بأن الأعمال المسيرة لعبت دورا كبيرا في استقرار الأراضي وتعزيز الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى الدفع بتلك الأعمال بتنظيم أكثر دقة وهمة. وأشار الاجتماع إلى تسيير أنشطة أخرى ناجحة متمثلة في تنشئة وتوجيه الشباب وتجميع القرى واكتمال الخدمات الاجتماعية وانتخابات مدراء الضواحي وتعزيز الدخل والتوزيع على الأراضي الزراعية. وفي الختام قدمت دعوة لإنجاز البرامج الموضوعة وتعزيز تنسيق أعمال كافة الجهات للحفاظ على الأشجار والحياة البرية. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. فرح حوالي 30,000 شخص من بلدة ران بجنوب شرق نيجيريا خلال 48 ساعة هربا من جماعة بوكو حرام، وذلك وفق ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الذعر يسيطر على جميع السكان حيث فروا للنجاة بأرواحهم خوفا من جماعة بوكو حرام. وشهدت بلدة ران القريبة من الحدود مع الكاميرون في ولاية بورنو الشمالية نزوح نحو 9,000 شخص في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أسفر هجوم شنته جماعة بوكو حرام في 14 من يناير عن مقتل 14 شخصا. وذكر بالويش أن التصاعد الأخير في العنف في شمال شرق نيجيريا دفع 80,000 مدني لطلب اللجوء في مخيمات مكتظة أصلا أو في بلدات في ولاية بورنو حيث يواجهون ظروفا معيشية صعبة. طلب مشرعون بريطانيون من رئيسة الوزراء تريزا ماي إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الأيرلندية، لكن الاقتراح سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد. وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أيد اقتراحا يقضي بعودة رئيسة الوزراء إلى بروكسل بتفويض أقوى سعيا لتعديلات يرجح بدرجة أكبر أن تلقى تأييده. وفي الوقت الذي كان هناك رفض للاقتراح يفتح للبرلمان سبيلا لمنع الخروج من الاتحاد خروجا فوضويا دون اتفاق، وذلك من خلال دفع ماي لأن تطلب من بروكسل تأجيل الخروج إن لم تستطيع التوصل لاتفاق من خلال البرلمان. إلا أن بروكسل قالت مرارا أنها لا تريد إعادة فتح معاهدة وقعها زعماء الاتحاد الأوروبي 27 الآخرون. وعقب التصويت البرلماني المباشرة قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بأيرلندا جزءا من اتفاق الانسحاب وليس مطروحا للتفاوض، وهو موقف رددته أيضا الحكومة الأيرلندية. جلبت عاصفة من الهواء القطبي البارد ناتجة عن الدوامة القطبية موجة برد خطيرة إلى مساحات شاسعة من الولايات المتحدة تمتد من ولايتي داكوتا الشمالية والجنوبية حتى ولاية مين، مع توقعات بتساقط الثلوج في أقصى الجنوب في الألاباما وجورجيا. وكانت منطقة الغرب الأوسط الأمريكي من أكثر المناطق تضررا حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر. وعرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لكتل ضخمة من الجليد تملأ نهر شيكاغو وبحيرة ميشيغان. وحذر مسؤولون سكان شيكاغو من موجة باردة غير مألوفة وشديدة وخطيرة. وقد أصيبت الحياة بالشلل في أرجاء المنطقة، وفتح العديد من مدن الغرب الأوسط ملاجئ للتدفئة، حيث أغلقت السلطات الإقليمية مئات المدارس وألقت شركات الطيران أكثر من 2000 رحلة حسب ما أفاد موقع فلايت أير الإلكتروني الذي يرصد الرحلات الجوية. نجح أحد مقاهي بودابست في المجر في تقديم الخدمات للزبائن عن طريق الروبوتات. وتستطيع الروبوتات في مقهى انجوي بودابست أن تفعل كل شيء، فيمكنها تقديم الطعام والشراب أو قول النكات أو الرقص مع الأطفال أو مجرد إجراء دردشة مع الزبائن. وتمشي الروبوت في مسارات ثابتة لتقديم طلبات الطعام والشراب للعملاء الذين يطلب منهم الابتعاد عن طريق الروبوتات. لكن مع تطور التكنولوجيا والذكاء الصناعي يؤدي ذلك إلى ضآلة حجم العمالة، ولكن أكد صاحب المقهى على تضاعف الحاجة للعمالة
للحاجة إلى مختصرات الدقيقة 66. نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة. كسخي ماني بزما خلك أطر ما كحف يلي زحبرك ناخذك إذا تملس لي وي تسمرت تحت رخب دالك خمس غيرك تسنبدني هو ما نسنبات تسنبد يا أخي دمت يمسع وراري عبار سورة حراري أنت وريتك وحوي جنان كمسلن حسن بتاعي تايكم جنان دا كما يماسل كذا أمبر قامي دا سبان هذا حال ناقله أنا قاعد رأينا لك بسنك نتفقتي إذا حلوا نسبات زجبركم إذا أبسكم زي بالله أبدرك خيط جزاي متيم بخمين بمنتين هريمة منونا هردأنا وينجار أنت خمي تقولوا أنا جرام تقولنا السبيا دي وا أنا أمس فلاتي خايت سدد كل حق كاي سمع عنده تجزاف كندي دنيا عنده مسكا سبلا تصاخ أما قاعد بيت أدي خايت زر عبو وين يديكم كل مساقا تعلم صغير له